اسمي سندس وبشتغل مخرجة أفلام ومدربة تمثيل ومنسقة مشاهد حمامية. أنا كنت بشتغل مدربة تمثيل وقبلها كنت بشتغل في المسرح سنين، فكنت دايما بسمع من الممثلين قصص اللي بتحصل اون سيت لما بيبقى في مشاهد سواء فيها حميمية أو مشاهد حساسة، اللي هو مثلا مشهد فيه تحرش أو مشهد فيه اغتصاب. كنت دايما بسمع عن القصص اللي بيتعرضوا فيها لانتهاكات، زي مثلا إن ممثلة صغيرة حد يتحرش بيها تبقى خايفة إنها تتكلم احسن ما يجيبوهاش شغل تاني، او ممثله مخرج يضغط عليها انها تلبس لبس معين. دي حاجات البسيطه. اكتر حاجه سمعتها ممثله تبقى حاسه بالاريكشن بتاع ممثل تاني في حضن مثلا، فكان عندي طول الوقت فضول طب هو ازاي ده ما يحصلش. ان انا كنت متضايقه جدا من الريبريزنتيشن او الصوره اللي بنشوفها عن الحميميه في الافلام والمسلسلات العربي والاجنبي. كنت حاسه انه دي صوره من خيالات الراجل او الميل جيز زي ما بيقولوا عليها، مش صورة حقيقية، وان انا احب ابقى بشارك في صناعة محتوى مختلف. اسهل طريقة ان انا اشرح بيها هو انه اخد الاكزامبل بتاع الستاند كوردينيتور او منسق المعارك، اللي هو شخص بيجي في اي فيلم او مسلسل دلوقتي بره وفي مصر. لو في ممثل مثلا هينط من البلكونه او ممثل مثلا هيتشعبط في النجفه، الشخص ده دوره ان هو يجي عشان يصمم حركات، يعمل كوريوجرافي لحركات معينه للممثل تخلينا حاسين انه هو فعلا بيضرب من غير ما الممثل يضرب، ومن غير ما الممثل يتعرض لاذى ولا يأذي حد. ازاي اقدر اعمل تصميم او كوريوجرافي للمشهد ده يبان حقيقي جدا بس في نفس الوقت هو سيميوليتد. حتى بره دلوقتي في ممثلات كتير فاكرين ان انا شغلتي ان انا هاجي اتاكد ان هي محدش بيتحرش بيها، وانا بحاول اقول لها انه لا، مش ده بس. او المخرج كمان او المخرجه بيبقوا حاسين ان انا ممكن اتدخل على شغلهم او اوفر ستيب. عندي ساعات صعوبه ان انا اشرح انه لا، انا ده مش دوري. جزء كبير جدا من شغلي هو ان انا احاول افهم ازاي نحكي الحدوته دي بشكل جميل وفي نفس الوقت بشكل يبقى ماشي مع القصه اللي عايزه تتحكي. ازاي نعمل مشهد فيه تحرش من غير ما نعرض الممثلين للتحرش، ومن غير كمان ما نأذي المشاهد اللي بيتفرج. ما هي دي حاجه الناس ما بتفكرش فيها، بتفكر ان احنا نحط تريجر وورنينج ونعمل اللي احنا عايزينه. لا، احنا مش محتاجين نعمل كده. فصناعه المحتوى ده بمسؤوليه. بنتعامل مع المشاهد الحميميه او الحساسه باوكوردنس رهيب، بنبقى حاسين كده انه عايزين نكتبها وخلاص، فاللي بيحصل ان احنا بنكروتها عشان ما نتعاملش معاها. حتى المخرج او المخرجه احيانا بيبقوا حاسين بتوتر شديد تجاه المشاهد دي، فبرضه مش عايزين يتعاملوا معاها، فمش بالضروره كمان هيستثمروا وقت فهي مكتوبه ازاي او هتتعمل ازاي. فجزء من الشغل على التوعيه بتنسيق المشاهد الحميميه ان احنا نبدا نقول اوكي احنا بنكتب ازاي، وايه الحاجات اللي محتاجين نراعيها في الكتابه. في كذا حاجه. اول حاجه اهم حاجه هو الكونسنت او التراضي. احنا بنفتكر انه طالما انا الممثله او الممثل قروا السكريبت ومضوا يبقى هم كده موافقين. مفيش حاجه اسمها كده. بيلرز معينه او اساسيات معينه عشان الكونسنت ده يحصل، منها انه الشخص اللي هياخد موافقه الممثل او الممثله ما ينفعش يبقى عندهم سلطه ان هم يعينوهم او يرفضوهم، او بالانجليزي بتتقال هاير اور فاير باور. لازم او اللا الممثل يديها لشخص من بره الانتاج ملوش اي سلطه عليه. لازم يبقى الشخص ده هو الانتمسي كوردينيتور او هو المنسق. انا الهيد اوف ماي اون ديبارتمنت، يعني انا ماسكه القسم بتاعي، مفيش حد فوقيه. اي ريبورت باك للانتاج بس مفيش حد بيقول لي اعمل ايه، وموجوده بشكل اساسي عشان احمي الكونسنت بتاعه الممثل. شغلي بيختلف حسب البرودكشن مرحلته فين. يعني لو احنا قبل التصوير فانا بعمل ميتينجز مع المخرجين والاكترز. لو انا في يوم التصوير فانا موجوده اون سيت انا والحاجات بتاعتي الغريبه. في عندنا كيت كده جواها حاجات، معايا فرش سنان ومعجون سنان، معايا نعناع، معايا البان، حتى لو مش هيحصل اي تواصل جسدي بس احنا بنقرب. سانيتايزرز بكل انواعها، وبعدين حاجات بقى لها علاقه بتفاصيل جوه اللبس. في حاجه اسمها بادي تيب. كل المشاهد حتى لو هي مشاهد فيها نودتي، طول ما في انتمسي كوردينيتور اون سيت مفيش حد كومبليتلي نود. دي حاجه يعني خلاص ثابته. وحتى من قبل ما يبقى في انتمسي كوردينيتور اغلب الافلام الكبيره جدا مفيش حاجه اسمها ابسولوت نودتي. يعني عمرنا مش مفروض ابدا يبقى في الجينيتالز الحقيقيه للممثل او الممثله. هي عامله لوائح معينه لها علاقه بتنسيق المشاهد الحميميه، فبالتالي جزء كبير جدا من ليه دلوقتي اغلب الانتاجات يعني مش اغلب، هو غالبا بالذات في امريكا اي انتاج هيطلع فيه مشاهد حميميه او حساسه صعب جدا ما يبقاش فيه انتمسي كوردينيتور.
فجزء من ده هو شغل مع النقابه. احنا عاده اللي بيعين المنسقين هي شركات الانتاج، وشركات الانتاج بتعمل ده عشان تتفادى انه يحصل فضايح او انتهاكات او مشاكل. بس كمان ساعات الممثلين بيطلبوا، يعني ممثل يقرا سكريبت يقول طيب هو في انتيمسي كوردينيتور في المشروع ولا لا، وساعتها هم ممكن يجيبوا منسق بس عشان الممثل او الممثله طلبوا. فطبعا كل ما كان الممثل استابلشت وموجود وحاسس او حاسه ان هم لهم وضعهم، كل ما هيبقى عندهم الجرأه اكتر ان هم يطلبوا ده. احاول اعرف عن الموضوع واقرا وادور على ايه تاني، مش بس التدريب الرسمي، واشتغل